يدخلوا العوازة اللي هما الأفارقة، دايرين لهم الصف، تيخليو العيالات هنايا بولادهم مشردين مساكن ومخلينهم هنايا كيتسناو. شوف الشروط التي تتوفر بإسبانيا. خوتي استقبال في المغرب، عاودوا ردونا من باب الطيارة. الا كي بغيتي انت استقبال، بغيتينا نوجدوا لك التمر الحليب، ما تنساش قبل ما يبدا الفيديو لايك، اشتراك وتعليق ليصلك كل جديد وحصري من قناة هانسي بارتي رياكشن بتقديم يوسف ضياء. يلا نبداو. وانا والله الا واحد الحاجه كتاثر فيا بزاف، هو ان واش الافارقه ولاو كيخلعوا العالم، ما فهمتش انا، او هناك خطه استعمار افريقي جديد، ما فهمتش اشنو طاري بالضبط. ولكن نتوما غادي تفسروا ليا كمتابعين، اللي شاف الفيديو مرحبا به يفسر ليا هاد القضيه ديال كيسمحوا الافارقه، ما غنقولش داك اللقب ديال عنطيز او عوازه لانه لقب عنصري، لانهم بشر بحالنا بحالهم، لكن هناك ما في السياسه ما يدور لا نعرفه. شوفوا معايا الفيديو وخليوا لي تعليق. مباشرة من السيتي من سبتة تيدخلوا العوازة اللي هما الأفارقة، دايرين لهم الصف، تيخليو العيالات هنايا بولادهم مشردين مساكن ومخلينهم هنايا كيتسناو. واحد النقطة أخرى بغيت نفهمها وبغيت يجاوبوني بعض النساء المغربيات، بالضبط النساء المغربيات، تخليتي على المغرب اللي فيه الخير وفيه النعيم وفيه كل شيء مزدهر الحمد لله. احنا ما غنقولوش احنا حقا لا راه احسن من كشار من شي بلدان، عندنا مشاكل ديال الخدمه، عندنا مشاكل ديال التطبيب، عندنا مشاكل ديال التعليم، عندنا مشاكل ديال محاماه، عندنا مشاكل ديال الانتخابات، لكن هذا ما كيعطيكش يعني الضروره انك تهزي ولادك وتهزي الخيمه وتهزي راجلك وتهزي سميتو وتمشي طريحي بديك الطريق بحال هكاك كيما مريحه دابا، وتخلي الوطن ديالك وتشمي غادا لبلاصه الدل. وكيخلى واحد التعليق انا شفتو دابا، اللي بغى الدل الله يعطيه ليه. هذا هو اللي بغينا نوصلوا لكم يا مغاربه، بالاخص مغاربه افارقه. الا قلنا الافارقه راه اغلب الدول الافريقيه لا تتوفر حتى على المرحاض، ما عندهاش حتى فين اما انت كمغربي عندك المسائل ديالك، عندك القيمه ديالك العالميه، عندك المستوى ديالك، علاش غتمشي تخشى بين هاد الناس هادو؟ كاين بعض اللي غيقول لي لا وهضره خاويه وانا كذا وانا خويا، قلبتي تلقى. وهذا هو السيتي. والمغربي راه جاريين عليه والعز داخل. المغربي جارين عليه والعز داخل، دايرين لهم الصف هادو باغيين يدخلوا. شوف، ما نقولوش عزي ولا عنطيز ولا، راه تا هو كيبقى انسان. عزي وعنطيز هذيك كلمات عنصريه، حنا البلاد ديالنا معروفه بان ما عندهاش العنصريه وما فيهاش العنصريه. مابقاوش نقولوا هذا الكلام هذا. تعنطزيت هي اللي درتو نتوما، مشيتو كتلصقوا على اسبانيا. اسبانيا راه ما عندها حتى حزقه. دابا الدول الاوروبيه باش فايتين المغرب، فايتينو بالنظام، والنظام منين جاي؟ جاي من عند المواطن. هي ديال المواطن خصها تبدل. الا بغيتي بلادك تكون بحال اوروبا، خص العقليه ديالك تبدل، وماشي تبدل بالاشياء الجنسيه. يعني كنتي مجوج تخلي مرتك تخرج عريانه، ولا تهضر مع الرجاله، ولا هذيك راه ماشي تطور. هذاك التطور هو انك تحترم راسك في الشارع، هو انك تخدم الدوله ديالك بشي حاجه اللي هي قليله. هادشي غير لا تميتي غادي ولقيتي الزبل وحزيتي ولحشيه في لوبو في الدار وفي المكان ديالو المناسب، راه عاونتي بلادك. غير لا شتي واحد السيده باغا تقطع الشانطه وهي كبيره في السن وما كاينش لا قطعه وما كاين حتى شي حد وقطعتيها،
من غير الاجر عند الله سبحانه وتعالى راك عاونتي بلادك. الا ساهمتي مع شي شخص و شي حاجه اللي هي اللي هي عندها قيمه، كشي معاق خصو كرسي او شي واحد خصو سكن، او وساهمتي بالقليل ولا الكثير اللي عندك، راه هذاك كتسمى عاونتي بلادك وعاونتي ولاد بلادك وبنت بلادك. انا بين خير العقليه خصها تبدل. اما المغرب متوفر فيه كلشي الحمد لله. المغربي دار 3 شهور. هنايا الناس ضاربين 3 اشهر في السيتي وبغين يخرجوهم ويخليو هاد العواز هادو. تخيل معايا انت دابا 3 شهور اصاحبي، 3 شهور وانت مريح كتخرب في الطبيعه، كتبول في الطبيعه، كتنعس في الطبيعه، ما عارف الجوع والعطش وزيد وزيد وزيد. علاش؟ قبل باش تقطع الصبليون، وغتمشي للصبليون واش غتمشي للصبليون غتلقى الدراهم مليوحه، راه بطبيعه الحال غتعذب وغتسخسخ، يا ترى تلقى يا ترى ما تلقاش، يا ترى تلقى الناس يتعداو عليك، يا ترى تلقى الناس يرحموك. الله يهديكم، الله يهديكم، تحيدوا هاد الافكار وهاد الفكره هادي من دماغكم. بلادكم احسن لكم من اي حاجه. كيقول لك اسبانيا بلد الديمقراطيه والحريه، ان اسبانيا يعني تتوفر فيها الشروط. نوريكم الشروط التي تتوفر في اسبانيا. شوف الشروط التي تتوفر في اسبانيا. شي مع عطلوش. ايوا قال لك اسيدي شي جزائريين بغاو يدخلوا للمغرب، جاو قافله قال لك بغاو يدخلوا للمغرب، واش يستقروا والسياحه واش واش سميتو الله اعلم. كما كتشوفوا معايا في الصوره واقف واحد بولحيه بالقنش مع هذيك الفتاه حاطه يدها على حنكه. ايوا سيدي، وكتبوا على الفيديو حقرونا في المروك عمي تشبون شوف معاهم. ايوا اتاك تشبون مركتوها وليتوا تكذبوا، وليتوا تألفوا. تشبون اش غي اتاكي؟ تشبون اتاكا الجزائر عادي اتاكيك نتايا مع كيلوطو. احنا معك. خوتي استقبال في المغرب، عاودوا ردونا من باب الطياره. الا كي بغيتي انت استقبال، بغيتينا نوجدوا لك الحمر تمر الحليب ولا اش بغيتي نوجدوا لك؟ قال لي شوف استقبال، ياك ما كتسنى واقيلا الدقه من الراكشيه وكتسنى نديروا لك العيطه ونديروا لك البارود. الله يعطيكم الصحه. وانت دابا كون كان شي مغربي في المطار عندكم واش ديروا ليه؟ غادي تشدوه يومين ولا 3 ايام عاد غطلقوه، ويلا خليتوه يدخل كما تودين وتودان. نوري دارت هاي وين وصلنا؟ هاوليك الغاشي عم يتبون، دير الحل ابي يدك عم يتبون. عمي تبون دير يدك. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر. دير الحل. ورا الناس راه فاضت بها، الناس راه بغات تخرج، انت راه حبستيهم درتي لهم الحبوسي وكرهتي الشعوب فيهم. راه دابا اي بلاد غيمشيو لها مكروهين هما، سبحان الله العظيم، محرمين على جميع الشعوب. قولي يا مقطوع، انا مقطوع، انا دابا انا مقطوع. عم يتبون، ردونا ممر السعادة عم يتبون.
استقبال دابا شوف معايا هذا اللي داخل كيدير دابا، واش هذا غادي تطمن ليه بحال هاد البيكور هاد الكماره، واش غطمن ليه؟ هذا داخل باينه بحال داك البوال، غيدير لك شي مصيبه هنا شي روينه هنا ويخرج يزيد ويخلي لك البلاد بالروينه. اللهم بناقص، سير اخويا رجع حيد ديك لاكوست داك التمساح، حنا ضربناه مع داك التمساح قطعنا مو شحال هادي. مي تبون باسكو تاع البارح اللي جاو معانا ما جاش. مي تبون شو الاستقبال؟ ها استقبال عند ردونا من عند الباب، ما طعمناش ما نشربوا كاس ماء. قال لي عطانا نشربو كاس ديال الماء، الله ينزل على امك النعله، ما يمكنش ما يعطوكش الماء. هادي راه دابا هو المشكل ديالكم، الكذوب اصاحبي، الكذوب والبوشان، راه بصعيب بنادم باش يطمن ليكم. اللي شوف معاه عمي تشبون، شوف معاه عمي تشبون، شوف وما كاملاش شي يومين دابا ولا شي مدة قليلة، ما كاملاش شي يومين كاع 48 ساعة باش كانت خرجات الإذاعات التلفزية ديال هوك ديال الحظيرة ومعاهم مواطنين ديال الحظيرة وكيقولوا أن المغرب ضرباتو المجاعة وأن المغرب ما عندهمش ما ياكلوا. وكما شنا يوم أمس دوك الجوج اللي خرجوا اللي انتحلوا صفة ديال المغاربة كيقول لك هربوا من جحيم المغرب إلى نعيم الحظيرة، وعاد جاي انت كتقول لي انت باغي تدخل. ودابا انت كون واقعي. لا ما داروا شو استقبال، اش بغيتي ديروا التعريجه بقاو طا وما جاو طا ما جاو طا. غير باش تعرفوا ان هاد الناس العقليه ديالهم غير طبيعيه و فيها واحد المزيج من الخيانه والغدر والحقد والحسد. يعني تبون يعني نجح في شحن الجزائريين لهذا الحد او لهذا البعد. الفيديو اللي غتشوفوا دابا خطير هو كإثبات على ان الجوج اللي بينوهم البارح عندهم قضايا خطيرة في الإر. يعني هاد الناس قاتلين مجرمين. شوفوا معايا الفيديو ونكمل. قالك هكذا تستخدم المخابرات الجزائرية عناصرها نفس الأشخاص الذين قتلوا جمال بن اسماعيل وحكموا بالإعدام يظهرون اليوم منتحلين هوية مغاربة مقيمين بالجزائر بطريقة غير قانونية. ودابا احنا دابا عفهموا معايا ما تجيب دور. شوف راه المغاربة راه ما تجيش ديرها بهم، باش نقول لك راه المغرب هو الوحيد البلد الوحيد اللي ما ديرهاش به. هذه فضيحة ديال المخابرات الجزائرية. باش تعرفوا ان الكلام اللي قلت لكم البارح في الفيديو اللي ما شفتوش رجعوا شوفوه. هاد الناس قلت لكم يا عندهم شي حاجة سميتو يا مخلصين يا عندهم شي بارتية. دابا قالوا لهم غادي تطلعوا في التلفازة وتقولوا وحنا بنظر غادي نديروا لكم افراج ولا نطلقوكم ولا نعطيكم شي بلاصه فين. يعني لا حول ولا قوه الا بالله مع هاد البلاد هذه، والله لا حول ولا قوه الا لصقه فضائحها ما كتعدش وما كتحصاش. المكر الخداع الخيانه
لذلك بقاو اخويا، بقاو بديوركم، ما تجيوش عندنا، ما تجيوش عندنا، ما عندنا ما نديرو بكم حنايا صراحة، ما عندنا ما نديرو بكم. كما كتشوفوا اللي مكتوب عليه 2021 هذاك هو اللي كان مسجون، راه دايرين ليه سميتو، ها هو الوجه ديالو جبدوه، والله واخا ماشي تحسن. ها الاخر 2021 ها هو كيف ولا في 2026 محيدين ليه الشعر، الا زدتي ليه الشعر هو نيش. ها الاخر تا هو هذا وقت وقوع الجريمة كما كتشوفوا. يعني كلشي متوثق، كلشي متصور، كلشي انت تجي صاحبي، انت بغيتي تطلقها على المغرب، واش بغيتي تطلقها على المدرسة اللي كونت الجزائر، المدرسة اللي كونت الجزائر. وليدي يا وليدي، سحب راسك، سحب راسك، راه جيت ترحبت في ليا وباغي تعطس. كنلقى مشكل في الطبيب كنلقى حتى مشكل معاه في الطبيب ماديا ومعنويا. وشكوى الله تعالى، شكوى الله تعالى، ما بقى حتى حاجه في هذه البلاد، ما بقى حتى حاجه في هذه البلاد. بغينا نمشي، بغينا نهربوا من هذا البلاد. ايوا خويا اختي سيري، شكون اللي حبسك؟ خوي راه انا ناقص واحد، ناقص خبزه. علاش انت هنا؟ هذا الوليد محروم من اي حاجه، محروم من الطبيب، محروم من اي حاجه، بغى يخرج من البلاد. انا الام ديالو واحد الوليد عنده المشكل التوحد، وما كيتعاونوا معنا، ما كيهضروا معنا، ما يتكلموا معنا. بغينا نخويو هذه البلاد، هذه البلاد تكرهنا فيها. هادي اش كتقول هادي اش كتقول؟ كرهك في البلاد وتيلاش، ما بحال هادو ما خصهمش يبقاو يدوروا، بحال هادو ما خصهمش يبقاو يدوروا، هادو كيتشقموا من الصحافه خصهم الحبس. ملي تسمعها كتقول بحال هكا، وزير الداخليه خصو يعطي الامر بالقاء القبض على هاد السيده. مدمرين ولادنا، مدمرين. ولدي راه وادي 3 سيمانات وهو في الناظور باغي يحرق. واش شكوى الله، الدعوه لسيدي ربي. كنلقى مشكل في الطبيب كنلقى حتى مشكل معاه في الطبيب ماديا ومعنويا. وشكوى الله تعالى. واش اختي قال لك شي واحد سيري هزي رجلك وولدي 3؟ كنتي ديك الساعه تبقاي فينا هو باهم. دابا القضاء ملي غادي يوصل معاك القضيه راه غيقول لك فينا هو باهم، خصنا نعرفوا باهم بعدا. واش انتي مجوجه شرعا وقانونا ولا مجوجه وعاد نشوفوا الجنسيه ديالك والجنسيه ديال باهم، حيت 90% ما غيكونش باهم مغربي، حيت اللي باهم مغربي يا ما كيخليش ولادو ما يخليش مرتو، وهي بعداك شو كي لابسه بعدا. السيده راه ضاربه اونصومبل وضاربه صاك، كتقول لك هاد البلاد ماديا ومعنويا، وخرجي اختي خدمي على كتافك، ضربي الجباب تتفيقي الصباح، شطبيو، ديري الميناج على حسب المستوى ديال دماغك الخارج. شكوى الله تعالى، ما بقى حتى حاجه في هذه البلاد، ما بقى حتى حاجه في هذه البلاد. بغينا البلاد. الدري اللي موراه كيشير بيديه كيقول لهم لا. سمعتو شو الدري الصغار كيقول لهم لا، يعني هاد السيده كذابه، هادي فورا يطلق عليها القبض ويتجرى مع تحقيق. شو تا من ولدها كيشوف فيها كتهضر عارفها كتكذب، هو فيه توحد وعارف مو كتكذب. بغينا نهربوا من هذا البلاد. هربي يلا، هزي جطايطك وهربي، اش كتسناي؟
ايه على كمامر عندهم، راه هادو هما اللي خصهم يمشيو للحبس، ماشي الجيل. راه بحال هادي الا كانت والده واحد 3 وعطاتهم هاد الافكار، راه بطبيعه الحال غتولد لك روينه في البلاد. يلا الخوت، تلاقاو في المقطع الجاي ان شاء الله، نتمنى المقطع يكون نال اعجابكم. تهلاو ليا براسكم. ليتس جو.